عارفين ليه سموني النص؟ النص؟ لأن نص الفيديو ده هيخليك مقتنع إن ده أحسن مسلسل لحد دلوقتي في رمضان، والنص التاني من الفيديو هيخليك تروح تتفرج عليه حالا. فاعمل فولو ولايك وكومنت وتعالوا نشوف هما ليه سموه النص. النص ده كان شيخ النشالين. معرفش ايه اللي وكسك في الحلال. شاكر. هو انت صحيح لا مؤاخذه مناضل؟ ده كلب انجليز ما يتخيرش عن سعادتك. السلام عليكم يا جماعه، والنهارده جاي اكلمكم عن اكتر مسلسل عجبني لحد دلوقتي في مسلسلات رمضان، وهو مسلسل النص. قصه مختلفه واخراج ممتاز وتمثيل عالمي، عشان كده لازم اقول لو ما تابعتوش لحد دلوقتي فانتم فايتكم كتير. قصه بتحكي عن عبد العزيز النص، نشال محترف في فتره الاحتلال الانجليزي، بيقرر انه يسيب النشل، بس بيحصل معاه موقف ويخليه يضطر يرجع للنشل تاني. انا اخويا جوه اسمه محمود بيقول له تصب رصاص، راح واخدينه على فين كده. هطلعه ازاي بقى؟ انا اتعابي 700 كيلو. اخوه بيتسجن ظلم، وعشان ينقذه بيرجع للنشل تاني، بس المره دي لقى نفسه متورط في عمليات كبيره ضد الانجليز نفسهم. هنقلب مصلحه الطيران. انا لا يمكن اسرع مصر ابدا. اللي بقينا بنهرب بيه بيتها نص. وفيت فين ليله امبارح بعد السيره ما تمت؟ انت بتعمل ايه هنا؟ بأمن نفسي. فاكر العقد ده جبناه منين؟ بالبيس. من باريس. واستوحوا المسلسل من كتاب مذكرات نشال اللي بيحكي عن شخصيات حقيقيه عاشت في الفتره دي، يعني ده مش مجرد خيال، لا ده واقع حصل. وكان في طرق عديده للمقاومه. عايزين يشوهوا صورتنا قدام المحتل. الناس شايفينه بطل. الحمد لله على السلامه يا عبد العزيز. ونروح لابطال المسلسل، واول بطل معانا هو احمد امين او الاسطى عبد العزيز النص. شخصيه معقده بس دمها خفيف وذكي جدا، وبيعرف يتعامل في كل المواقف تقريبا. فين ايامك يا عبد العزيز نص؟ انت كنت حته واد. ده مش كمثري؟ كمثري ونص. انت الوحيد اللي ما سالتنيش هم ليه سموني النص. واحمد امين بيقدم اداء خرافي، اداء يخليك تفكر هو ازاي كده، يعني هو كوميدي ولا درامي ولا هو، وبيعمل شخصيات متعدده في المسلسل، يعني عمل كذا شخصيه بكذا اداء. واحمد امين وصل لمرحله ان انا بقيت بتفرج على النص عشانه، يعني بتفرج على المسلسل عشان احمد امين اشوف عامل ايه. ليه؟ لان احمد امين ما بيعملش شخصيات عاديه، يعني خليك تفكر هو ده احمد امين اللي كنا بنشوفه الكوميديا. مسلسل فيه كل حاجه، يعني اكشن كوميديا دراما، والثلاثه مظبوطين صح وعاملهم صح قوي كالعاده. احمد امين واسماء ابو اليزيد او رسميه، هي مش مجرد شخصيه مساعده، هي شيء اساسي من اللي بيحصل. يعني العمل كله متكامل كده، كل الابطال لازم يبقوا موجودين عشان المسلسل ده يطلع باحسن صوره. فانا مش عايز احرق لكم، بس اسماء ابو اليزيد عامله دور حلو قوي، وعارفه هي بتعمل ايه في الدور، يعني الدور هي متمكنه منه. حط على جنب الانجليزي اللي في المعادي. يا نهار ازرق في اخر الدنيا يا نص. نروح بقى لحمزه العلايلي. الراجل ده عنده كاريزما جباره ودوره محوري جدا، وهو افضل صديق لعبد العزيز النص. هنرجع للشغل القديم والملاعيب. عايزين بطه تشتغل معانا. انت ليه عايز تشغل ناس تاني معانا؟ هي الملاعيب الجديده كده لازمها فرقه. ده درويش وده زقزوق ودي رسميه. وهو اللي بيشارك معاه في كل حاجه في عملياته من زمان، من قبل ما يتوب. فهو بقى عامل الدور بشخصيه يعني دور صعب حتى في الكلام، بطريقه الكلام، بس هو عامله بطريقه حلوه جدا، وما ينفعش يختفي من القصه. لو شلته من القصه هتحس عبد العزيز النص ده وحيد ملوش حد، بس هو مالي الدنيا بحاجات بسيطه كده، بس هو فعلا عامل الدور حلو قوي. يا ده بطل. النص مجرم. عبد الرحمن محمد او زقزوق مصيبه ملوش حل. مسخره، يعني مش عارف اقول مسخره المسلسل، قصدي اللي هو اكتر حد بيضحك في المسلسل. فين البلد دي ما بتحترمش؟ طب ممكن تقولي لهم انت ان البلد دي ما بتحترمش غير البهوات؟ بيقول لكم البلد دي ما بتحترمش غير البهوات. شغل بقى انت شويجري ده. سيبها تكمل هي يا معلم بقى. افهاته، تصرفاته، صوته لما بيعلى في اوقات معينه، هو عامل الدور صح قوي، الدور متفصل عليه، وهو ما سابش فيه تفصيله تقريبا. يعني هو في كل موقف بيعمل رياكشن، بيعمل حاجه تخليك تضحك. فهو كل ما بيظهر عبد الرحمن محمد بتضحك، فدور جامد جدا ملوش حل. عبد الرحمن محمد احييه عليه والله، وهو مستقبل فنان كوميدي رهيب. وميشيل ميلاد طبعا اسماعيل، وهو يعتبر ده المخترع بتاع الفرقه اللي هم فيهم، بس ربنا ما يوقعك تحت ايده، يعني ملوش حل، بيطلع بافيهات كوميديه قوي في وقتها، وعامل دور هو وعبد الرحمن محمد مع بعض عاملين كوميديا حلوه قوي. شرف ليا ان ضمامي اكون حرامي معاكم في العصابه. حبيبي خلاص. قضيت على الاحتلال من غير ما كنتش اصلا. ده غير طبعا الكوميديا بتاع احمد امين، ده غير الدراما اللي موجوده، ده غير الاكشن والاحداث، الحوارات، السرقه من الانجليز. فالمسلسل ما فيهوش غلطه حرفيه. ونروح بقى للاخراج، والمخرج حسام علي لعبها صح. التفاصيل الصغيره في الديكورات لحد التفاصيل اللي فيها اكشن وفي انفجارات كبيره، كل حاجه بتخليك فعلا تحس ان انت في زمن الثلاثينات. فشابوه للمخرج حسام علي. لازم نبقى زي كتاب الانجليز،
حد يموه وحد يشارك وحد يكوش من ورا وحد يضرب. ايه اللي في دماغك يا نص؟ وتتر المسلسل واغنيه عاشت مصر لهاني الدقاق مش بس تحفه، دي بتدخلك جوه المود تماما من اول ثانيه هي بتشتغل. يعني اول ما بتشتغل انت خلاص بتتهيأ ان انا هتفرج على النص زمن الثلاثينات، وهي بتدي اجواء برضو حلوه. فاغنيه تحفه من هاني الدقاق ما فيهاش غلطه، بحبها وبحب اسيبها لحد اسمع التتر كله. يعني الموسيقى التصويريه كلها طول المسلسل حلوه ما فيهاش غلطه. المسلسل بيديك جرعه، انا من استقنياس، جرعه استقنياس غير طبيعيه. عاشت مصر وعاش حرافيش، ودلوقتي مفيش عندك حجه. مسلسل النص هو اكتر مسلسل ممكن تستمتع بيه لحد دلوقتي من مسلسلات رمضان. ده رايي، قولوا رايكم في الكومنتات. فكر كويس، هم ليه سموني النص؟ طب انتوا عارفين انا ليه سموني النص؟